سؤال سريع بس الكابتن خالد الغندور. بما انك بتتكلم على الشفافيه وان النادي الاهلي المفروض يعلن بقى اللعيب بكام، مع اني ما اعرفش ايه علاقه ده بالشفافيه وده هيفرق معاك في ايه. ان شاء الله بيعه ببلاش، انت مالك. لكن بمناسبه الشفافيه، احنا لحد دلوقتي برضو مستنيين حد يقول لنا هو ال7 مليون دولار اللي الزمالك دفعها غرامات جابها منين. يعني هو عواد فوت الجون بتاع بيراميدز، صحينا تاني يوم الصبح لقينا الزمالك معاه 7 مليون. فبمناسبة الشفافية، يعني يا ريت حضرتك قول لنا، ولا هو انا الاهلي لما بتكلم بيبقى ها مالكش دعوة سياحة اقترب ها وتلاقي جو الاطفال ده، لكن انت كل حاجة يبقى لا الكل عايز يعرفها. دخل لك كام ومين راح ومين جاء ومين اشتريته ودفعت ايه وبعت ايه. على الاقل انا بتكلم في بيع لعيب، حاجة ملهاش علاقة مثلا بالكريديبيليتي، حاجة ملهاش علاقة بفاينانشال فير بلاي. لكن انت لما تيجي تكلمني الاقي فجأة في نادي معاه 7 مليون دفعها غرامات، جابها منين؟ القيد اللي بيتفتح كل سنة والرخص اللي انت بتاخدها اللي بتخليك تلعب في البطولات القارية وانت عليك قواضي، بتتعمل ازاي دي يا كابتن؟ فيعني بلاش يعني مش انتوا خالص ومش انت بالذات. يا كابتن خالد انت اكبر مدلس، انت التدليسة بتاعت وكالة الاهرام انت اللي بدأتها، والناس القديمة مواليد التمانينات اللي زي هيبقوا عارفين من ايام دريم. هو اللي طلع ضحك عليهم وقال لهم فلوس غلط، وقال لهم ان نادي الزمالك كان بيضحك عليه، وسخن الناس على وكالة الاهرام، وهو اللي سخن ادارة نادي الزمالك وخلاها تسيب وكالة الاهرام. ولما رحت شركة برومو اد ايه اللي حصل؟ خدت 2 مليون جنيه، وكان الراعي بتاعك الهلال والنجمة. فانت حتى تدليسك بيضر حتى ناديك. انت الناس لما مشيت وراك في موضوع وكالة الاهرام، الراعي بتاعهم كانت شركة مقشات وجرادل. وبعد كده رجعت تاني وكالة الاهرام وقلت لهم لا خلاص انا اسف، حد يدوني ال 25 اللي كنتوا بتدوها لي. ساعتها وكالة الاهرام قالت لك ايه؟ قالت لك لا هديك 5 مليون بس، لان انت اما سبتني خدت 2 مليون، دي قيمتك في السوق. اللي بيتكلم على الشفافيه بيحكي لك القصه دي كلها. انت كزملكاوي لو سنك صغير بذمتك، قصه وكاله الاهرام بقى كلها انت عارفها؟ لا، انت كل اللي انت عارفه انها كانت بتضحك على نادي الزمالك وبتظلمه وما بتديلوش فلوس فسيبناه. انت عرفت ان انت اللي رجعت لهم تاني وقلت لهم حقي برقبتي؟ لا، انت عارف ان انت كنت بتاخد 25 ولما سبتهم خدت 2 ولما رجعت خدت 5؟ لا. فمش انت خالص خالص يا خالد يا غندور تتكلم على الشفافيه والنزاهه.